ازيكم جميعا، عاملين ايه؟ النهارده حابه ان انا اكلمكم عن اليوتيوب، لان في ناس كتيره قوي سالتني عن الموضوع ده وانه عايزين ينجحوا في اليوتيوب. فانا حبيت ان انا اكلمكم شويه ويمكن اديكم نصايح ان شاء الله تستفيدوا منها، واقول لكم شويه عن تجربتي في اليوتيوب. اولا خليني اقول لكم ان انا بقالي في اليوتيوب 4 سنين. هتقولوا لي ايه 4 سنين؟ 4 سنين، مش يوم 2 اسبوع شهرين، لا، انا بقالي 4 سنين. كنت عامله قناه قديمه قبل القناه دي، وكنت بنزل عليها فيديوهات كتير، بس ما كانش في حد بيشوفها، وكنت ببقى متضايقه قوي ان مفيش حد بيشوفها. ويمكن على مدار ال3 أو 4 سنين كان اعلى فيديو عليه 100 واحد شافه بس. لو كنت متضايقه قوي مفيش حد بيشوف فيديوهاتي، وتعبت تعب يعني ربنا بس هو اللي عالم بيه. فبس ما يئستش وعملت القناه دي، وكان عندي ثقه كبيره في ربنا ان هو هيوريني نتيجه تعبي ده، وهيخلي ناس تشوف فيديوهاتي زي ما انا كنت بتمنى. والحمد لله بالفعل عملت القناه دي، وناس كتيره قوي بقى يشوفوا فيديوهاتي، والحمد لله يعني حسيت انه تعبي ده ما راحش هدر. في ناس بقى اللي هو بيبقوا عايزين ينزلوا الفيديو النهارده ويبقى عليه مشاهدات كتيره في نفس اليوم او بكره. لا، النجاح عايز صبر وطولة بال، وكمان عايز ان انت تتعب وتجتهد وتعمل وان شاء الله ربنا هيديك نتيجة تعبك. ما هو اصل مش يعني ربنا لازم يديك نتيجة تعبك، يعني مش هيضيعها. فبس انت عايز صبر شوية، وعايز ان انت تجتهد وتعمل حاجات الناس تكون حباها والناس تشوفها، وان شاء الله ربنا يوفقك. كمان عايزه اقول حاجه تانية. في ناس لفتوا نظري او قالوا لي على موضوع ان في ربح من اليوتيوب، فانا رحت سالت على الموضوع ده، لقيت ان الموضوع ده لا، يعني انه مفيش اي فلوس بتيجي، خصوصا في مصر. يعني يمكن في الدول العربيه او الدول الاجنبيه الاوروبيه يمكن بيكون في فلوس، برضو مش كتير يعني، بس يمكن بيكون في فلوس، لكن احنا عندنا في مصر مش بيكون في فلوس، والموضوع ده واقف. بيقولوا مش عارف كم ألف مشاهدة عليها، مش عارف كام. مش بيحصل عندنا ده في مصر. يمكن الآلافات المشاهدات بيكون عليها كام سنت، يمكن ما بيكملوش $1 حتى. يعني كام سنت ده هيعمل ايه؟ لا يجيب مايك ولا يجيب كاميرا ولا يجيب اي حاجه، ولا تكلفه التصوير. يعني انتوا عارفين الواحد اللي بيصور على اليوتيوب ده بيتكلف قد ايه؟ انه كاميرات بقى واضاءه ومش عارف ايه، كل التكلفه دي حتى يا سيدي حتى لو كان بياخد من اليوتيوب مش هيجي تمن كل التكلفه اللي هو هتكلفها دي. والله العظيم يعني انا بحلف انا ما خدتش ولا سنت واحد من اليوتيوب ولا اي من المواضيع دي خالص. انا معرفش، يعني انه بيقولوا الطرق دي واقفه خالص في مصر ومفيش حاجه من الكلام ده. لو حد بيربح في مصر وربح في مصر يبعت لي، انا عندي مواقع التواصل الاجتماعي بتوعي كلهم تحت، يبعت لي ويقول لي ربح ازاي. وفي ناس بيخشوا على المشاهير، يعني انا عرفت ان في ناس بيخشوا على المشاهير وبيعرفوا ده ربح كام وده عمل مش عارف ايه. لا، يعني مثلا انا هديكم مثال، دخل مثلا على المشهور ولقاه مثلا بيربح $100، واصلا في الحقيقه المشهور ده بيكون بيربح مثلا $20. يعني هو الطرق اللي هما بيخشوا بيها دي بتبقى مزوره الحقائق وبتجيب فلوس ما تعرفش بتجيبها منين، 10 أضعاف اللي بيبقى فعلي، اللي هو بيبقى فعلي هو عنده. فاللي هو لا، يعني الكلام ده كله كذب. فكمان في ناس يعني مش عارفه ليه هوايتها انها تخش وتشوف المشاهير دول عندهم كام فلوس. طب ليه؟ يعني انه سيب دع الخلق للخالق، سيب الناس في حالها. انت ما تعرفش ظروف الناس دي ايه، ما تعرفش هل هو اصلا فعلا بياخدها ولا لا، هل هو اصلا حتى لو بياخدها ظروفه ايه، ما تعرفش. فانت بدل ما تقعد تضيع وقتك وتقعد تدور وتشوف ده مش عارف خد كام وده عمل كام وده ايه، اجتهد انت واعمل وربنا يوفقك يا سيدي، لكن ما تشوفش غيرك، دع الخلق للخالق واعتمد على ربنا، دي اهم حاجه. فانا حابه ان انا اقول لكم ان اي حد عايز يخش اليوتيوب وحاطط في دماغه ان هو داخل عشان يكسب فلوس، فلا، هيتعب قوي 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 ومفيش فلوس. فاحسن لكم بقى ما تفتحوش قناه. لكن اللي داخل وهاوي وحابب اللي هو بيعمله وكأنه يعني وداخل
كأن ده هواية بالنسبة له وحابب اللي هو بيعمله، مش حاطط في دماغه اي فلوس، لا ده فعلا انه ممكن ينجح في اليوتيوب، او فعلا ان شاء الله هينجح في اليوتيوب. يعني انا في دماغي انا داخله علشان بس ان انا اتكلم معاكم وانمي موهبتي وهوايتي، عشان انتوا يعني انا بحبكم جدا، بحب ان انا دايما اخش ودردش معاكم واتكلم واعمل معاكم فيديوهات وكده. انا بحب الحاجات دي قوي، وبحب كمان ان انا امارس هوايتي واعملها. فهو ده اللي كان في دماغي انا، لا بقى لا في دماغي فلوس ولا اي حاجه، رغم ان الظروف يعني انا ما ينفعش ان انا اقول لكم ظروف، يعني كل واحد وظروفه ما ينفعش ان انا اقول لكم عليها، بس انا مش في دماغي ده كله، عشان انا لو في دماغي ده انا هتعب قوي. انا داخله علشان حاجه انا بحبها ودي هوايه وانا بحب اعمل ده، فبس ببساطه انت لو داخل عشان كده هتنجح، بس تتعب وتشتغل وتصبر وربنا هيديك نتيجة تعبك. لو داخل بقى علشان فلوس او عشان حاجة تانية صدقني هتتعب جدا جدا جدا، لان الموضوع ده مفيش، يمكن بطيء ايه، ابطأ من السلحفة كمان يعني دي اكيد المثال اللي هو يتقال عليه ان هو ابطأ من السلحفة. في حد ابطأ من السلحفة؟ مش عارفة بس في النهاية حابة ان انا اقول لكم ان انتوا لازم ان انتوا تعتمدوا على ربنا في كل خطوة انتوا بتعملوها، وتثقوا فيه جدا ان هو هيديكم نتيجة تعبكم، حتى لو شوية اتأخرت شوية، بس هو هيديها لكم وهيعوضكم اكتر كمان. حابة اقول لكم كمان ان انتوا لازم تتعبوا كويس جدا وتعملوا وان شاء الله ربنا هيديكم نتيجة تعب. وما تستعجلوش، اهم حاجة ما تستعجلوش، الصبر، لان ربنا كمان وصانا بالصبر. اتمنى تكونوا استفدتوا ولو حتى ان شاء الله بمعلومه ولا نص معلومه حتى. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تعملوا لي فولو لمواقع التواصل بتاعتي كلها، فيسبوك، سناب شات، انستغرام، كل الروابط هتلاقوها تحت الفيديو في صندوق الوصف او ديسكريبشن بوكس. واهم حاجه لو انتوا لسه بتشوفوا الفيديو بتاعي جديد ما تنسوش تدوسوا على زرار السبسكرايب اللي هو الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم قوي وباي.